هنعمل مع بعض عجينة السمبوسة أو السمبوسك زي ما انتوا بتسموها. طريقة سهلة وبسيطة، وزي ما انتوا شايفين النتيجة حلوة جدا جدا، هتفضل مقرمشة معاكي لحد آخر واحدة. من الأطباق اللي كلنا بنستناها على الفطار من جمال طعمها وقرمشتها. كل سنة وانتم طيبين. نبدأ بسم الله ونصلي ونسلم ونبارك على حبيبي وشفيع رسول الله. معانا 4 كوبايات دقيق، ما يعادل نص كيلو دقيق. هنحط عليهم نص معلقة ملح وحوالي من 3 ل4 معالق زيت. هنعجن على الرخامة أو في طبق أو في العجان. هننزل بكوباية مية تكون سخنة نقدر نحط ايدينا فيها واحدة واحدة. هستخدم حوالي كوباية ونص مية، ونبتدي ان احنا نقلب الدقيق مع المية كويس بالشكل ده لحد ما يكون معانا عجينة. نبتدي بقى نعجنها بايدينا كويس جدا، ولو العجينة معاكي يابسة محتاجة مية ابتدي ننزلي عليها بمعلقة مية واحدة واحدة لحد لما العجينة تبقى معاكي مظبوطة، مش هتبقى طرية قوي ولا يابسة قوي، حاجة كده في الوسط وما تكونش بتلزق. عجناها كويس جدا. بعد ما عجناها هنجيب طبق مرشوش عليه دقيق ونبتدي ان احنا نقطع. زي ما انتم شايفين انا عجنتها كويس جدا. هنقطعها بقى قطع متساوية. انا قطعت نص كيلو ل8 قطع، وكل قطعة كانت حوالي 90 جرام. وهنبتدي ان احنا نغطي العجين وناخده اول قطعة معانا، نبتدي ان احنا نفردها على شكل مستطيل، رشة دقيق فوق وتحت، ونفرد بالمردانة كده بشكل طولي اكتر. يعني هنفرد بالطول اكتر ما نفرد بالعرض، تمام، في اتجاه يكون اكتر من اتجاه عشان تدينا الشكل ده. ال8 قطع معانا بقوا بالشكل ده. هناخد اول قطعة ونبتدي ان احنا بالفرشة كده ندهنها بالزيت كويس، ونرش عليها رشة نشا. تقدروا ترشوا رشة دقيق لو مش موجود نشا، بس النشا طبعا عشان يدينا قرمشة ونتيجة حلوة بإذن الله. نحط الطبقة التانية ونبتدي برضو ندهن زيت ونرش النشا هكذا. لكن آخر طبقة مش هنرش طبعا نشا، هنحط دقيق. دي تالت طبقة معانا، هندهن الزيت. نبتدي ان احنا نحط الطبقة الرابعة. يبقى ما بين كل طبقة والتانية حطينا زيت وحطينا نشا، حطينا ال4 طبقات فوق بعض. هنشيل بقى ال4 طبقات التانيين على جنب. بنضف الرخامة بتاعتي كده، حطيت رشة دقيق وابتدي اظبط الرقات فوق بعضها على قد ما اقدر، ورشة دقيق فوق وتحت، وابتدي ان انا افرد كأنهم رغيف واحد بس، كأني بعمل عيش سوري. تمام. بفرد على كل ناحية، يعني بقلب العجينة طول ما انا شغالة وبفرد بقلب العجينة على كل ناحية كده. اقل من نص دقيقة افرد فردة واقلب، افرد فردة واقلب. لو وصلتوا معايا لهنا متنسوش تعملوا لايك ومتابعة وتعليق جميل منكم يا اجمل متابعين. لو بتشوفونا على اليوتيوب اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد. هاخد كده قطعة العجين بتاعتي بالفرادة بالشكل دوت، وهروح على صينية مقلوبة بالشكل دوت على البوتاجاز، ونكون شغالين النار وسط. نحط كده العجينة بتاعتنا بالشكل ده، ونبتدي ان احنا نقلبها على كل ناحية كده اقل من نص دقيقة بالشكل ده. طريقة سهلة وبسيطة متاخدش معانا وقت خالص، وبنعمل اجمل عجينة للسمبوسة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتعملوا اجمل سمبوسك في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. اهي ما بتاخدش معانا ثواني على النار وتكون خلاص استوت. ابتدت كده الطبقات تفتح من بعضها بالشكل ده. خلاص هنطبقها كده وناخدها على الرخامة، ونبتدي ان احنا نفتح الطبقات دي من بعضها. طريقة سهلة وبسيطة. وبعد ما هنفتح الطبقات كلها من بعض بالشكل ده هنبتدي نرصها فوق بعض تاني عشان خاطر نقطعها لقطع مستطيلة متساوية، ونعمل أجمل سمبوسك في البيت. بصوا شفافة قد ايه وجميلة قد ايه، والعجينة تحفة. جربوها بجد هتعجبكم جدا جدا وهتدعولي. هنرص بقى العجينة كلها تاني فوق بعضها، قطع السمبوسك تاني فوق بعضها عشان نبتدي نقطعها 3 4 صوابع كده، ونبتدي نقطع ونحط كل قطعة فوق التانية عشان خاطر كلها تبقى مقاس واحد، تدينا في الآخر شكل حلو جدا. كلها تبقى مقاسات مظبوطة شبه بعض. بعد ما هنقطعها نبتدي نحتفظ بيها في كيس تلاجة في الفريزر ونطلعها قبل ما نشتغل تفك تماما، وبعد كده نحشيها، او ممكن تحشوها وتشيلوها وهي محشية. ان شاء الله نعمله فيديو بالكلام ده كله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتم. عملنا كمية حلوة جدا جدا، طريقة سهلة وبسيطة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين.
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.